فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى قراءة الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يذهب الله غمه، لأنه قال وكذلك ننجي المؤمنين. ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا استعينوا. معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك. فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا تنفذ قوته. إذا فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنينا بطريق مفروش بالورود. إن لكم مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون. فكونوا أنتم أشد منهم قوة، واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جاب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه. وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا. يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى أنه حلو. يبقى أنت تريد كم صبر؟
صبرين اثنين: صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بايه؟ بالشهوات. يبقى انت تريد ايه؟ صبر على المكاره بتاعة الطاعة، وصبر على ايه؟ الشهوات. صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه؟ بسلب المعصية عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يدين للانسان اعلان الولاء لخالقه. اعلان الولاء لخالقه. وقلنا ان الانسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات. ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله. المهندس مادي خلاص، والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب. ما تقولش هو عمل فيه إيه؟ ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. الله يسعدك. لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل اذكروه جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذا فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة لقوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذا فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة. وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، ما دام عايز تريد أن تؤدي زكاة، ما دام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعول وتزيد أو لا تزيد؟ تزيد. يبقى إذا أراد أن يصلحهم بالأمرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم
وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء. سبحان الله. فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم. والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره. عملية معقدة نفسية. وقل وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي مش زي ذنوم بس دي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له، والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس واتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك
فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار صور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله. في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. شفت المعية كيف خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله. ذلك يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. محدش ميله يضرب بينه، مش هترضى هيفضل الايه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لانهم ما رضيوش لو رضوا لرفع الله الايه. زي ما تدخل وابنك تلاقيه عمل حاجه بيلعب كوتشينه ولا حاجه وضربته قلم، ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتاخده مش عارف ايه. طب وانت النح الثاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا رضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. فاصبر كما صبر اولو العزم. وبرضه سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف في الجب عملوا فيه ايه، شوف في السجن لما مش عارف عملوا فيه ايه، انما الاخره جت ايه؟ مكنا ليوسف في الايه؟ يتبوأ منها حاجه وجابوا وهو على العرش والله. اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكمه، يبين لك الحكمه في هذا الايه؟ في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه. انت ليك سبب في دي ولا مالكش؟ زي ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش، يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطناك سنه علشان تذاكر كل سنه، ادي واحده. طب وان كان من غيره هو مذاكر وحافظ العلوم وكل حاجه وراح الامتحان جاله دوار ما عرفش يجاوب، نقول له دي مش شغلتك بقى، دي شغله اللي عملها فيك. اللي جاب لك دي مين؟ ربنا. يبقى له حكمه. يمكن كنت هتاخد في نفسك قلم وتنغر كده وتعمل انك واد فلحوس، يمكن كنت تنحسد، يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكليه اللي عايزها. ولذلك احنا قلنا المقياس في النفس. انا قلت لكم ان لو ان الولد دخل على ابيه ووجهه عمال يشر دم، ساعه ما يشوف ابن وجهه بيشر دم ما خدتوش دي ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك اول سؤال تساله تقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ اول سؤال. يبقى الدم ما خدكش حتى تعرف. ويقول لك ده عمي، نقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده؟ قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه اضوافر عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان قال لك ده الواد ابن فلان
تقول مهم ان عدونا بقى واستفرد بيك وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين، ان كان من نفسه يعلم، وان كان من عند الله يقول له ايه؟ له في ذلك ايه؟ حكمه يرضى بها يطرفها الايه؟